صباح الفل عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو ده كده سريع وعفوي. هتكلم عن ازاي تقدر تحافظ على الطيور بتاعتك والبغبغانات. ثلاث حاجات مهمة جدا هتساعد ان البغبغان بتاعك يفضل دايما بصحة كويسة، لان في ناس كتير بتغفل الثلاث حاجات دي، وللاسف الطيور للاسف بتضيع منها وبتفقدها. اول حاجة عايز اقولك عليها هي نظافة المسقى. لازم تتأكد دايما اللي المسقى عندك نظيفة، يعني كل يوم هتغير المية وكل يوم هتغسل المسقى. فمهم جدا ان انت تغير المية وتغسل المسقى كل يوم. ويفضل طبعا لو هتملى المسقى من ميه فلتر، دي تبقى حاجه كويسه جدا جدا، لان احنا عارفين ان الميه اللي بتنزل من الحنفيه العاديه ما تبقاش ميه افضل حاجه، بيبقى فيها نسبه صدى وكلور وكلام زي كده. فدي اول حاجه هتفيدك جدا، ان دايما تلاقي صحه طيورك كويس. غير طبعا ان الفضلات اللي بتلزق في بق العصفور من قشور الاكل ومن الاكل، خصوصا الوجبات الطري والمنقوع، بتلاقي لما بيجي يشرب الحاجات دي بتقع من منقاره جوه الجزء اللي بيشرب منه في المسقى. فده بيكون سبب لتعكير ميه المسقى. دي اول حاجه. تاني حاجه، ممكن تتراكم القشور دي وتسد المسقى، فيكون العصفور عايز يشرب ومش عايز ومش عارف، لان المسقى اتسدد. دي نقطه. النقطه التانيه وبرضه من الحاجات المهمه جدا هي الدرج بتاع القفص. دايما تتاكد ان درج القفص بتاعك نضيف، يعني انضف الدرج كل يوم، كل يوم انضف الدرج بتاعي. دي حاجه. اسهل حاجه عشان تنضف الدرج بتاعك هي سكينه المعجون. انا بستخدم سكينه المعجون ديت، هتلاقيها عند اي موان. بتطلع الدرج بتاعك كل يوم وبتنضف بسكينه المعجون وترجع الدرج مكانه تاني. طبعا النظافه اليوميه بتبقى مهمه جدا، خصوصا ان الفضلات اللي العصفور بيعملها على بواقي الاكل، كل الحاجات دي ممكن تعمل حشرات. فدي من الحاجات المهمه جدا. طيب الحاجه الثانيه او الحاجه الثالثه بقى، علشان نكون منصفين، ودي اخر نقطه هتكلم عنها في الفيديو ده، هي الوجبات. لما تيجي تقدم وجبه زي كده، يعني مثلا دي وجبه بيض بالبقسماط، لما تيجي تقدم الوجبه دي لازم تعرف ان البيض ده ممكن يفسد. يعني وجوده مدة طويلة عند الطائر هتخلي الطائر ممكن تضر الطائر. فانا لما باجي اقدمها مثلا في الشتاء بحطها حوالي 6 ساعات، في الصيف بحطها 4 ساعات، وعلى حسب طبعا المكان اللي انت بتربي فيه. يعني لو بيتعرض لشمس بصوره كبيره، لا يبقى ساعتين كفايه او حتى ساعه كفايه. وعلشان كده براعي وانا بجهز الخلطه ان انا يا دوب اعمل على القد، يعني اعمل على قد الاجواز بتاعتي، علشان احط اللي هياكلوه ما يهدروش. فدي 3 حاجات مهمه جدا هتساعد دايما ان طيورك تفضل بصحه جيده. في نهايه الفيديو اتمنى تعمل لي لايك للفيديو واشتراك للقناه علشان نكبر وهنكبر بيكم باذن الله. علما ان قناتنا اسمها طيور روماني، مهتمه بالطيور بشكل كبير. هتلاقي كل حاجه انت محتاجها موجوده داخل القناه، تقدر تدخل تشوفها.